بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. يوم 9 مارس من كل عام هو يوم العزة والكرامة، يوم التقدير والتعظيم، هو يوم الاحتفال بالشهيد. يوم 9 مارس بيوافق ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة سنة 69. صوته لسه في وداني وهو بيقول القائد لازم يكون بين جنوده على الجبهة وهم بيدافعوا عن الوطن. استشهد، وكان استشهاده بداية موت الرهبة في قلوب رجالته وتحفيزهم على الصمود والنصر، وهي دي رسالة الشهيد. أنا محارب قديم، كنت مقاتل بدافع عن ضحكة الأوطان على خط النار. اتمنيت إن اسمي يسبقه لقب شهيد، بس يا خسارة اتكتب لي أعيش وأزور زمايلي اللي ضمهم تراب الوطن. يا شهيد يا ميت حي، انت النور اللي بيدي الأمل للأجيال الجاية، انت المثل والقدوة. الأرض اللي طلعت أبطالنا هي لسه نفس الأرض. الشهيد هو ابن البلد، عسكري كان ولا مدني. قدام العدو مفيش بينا اختلاف، والدم لما سال على الأرض ما قلناش صاحبه كان لابس خوذة ولا جلابية، مهندس كان ولا فران، مدرس ولا عالم ولا مدفعجي بيدافع عن الأوطان. وفي 56 شاركت مع زمايلي من وحدات الصاعقة في الدفاع عن المدينة. الفدائيين كانوا كتير وسط النار، وقفنا نواجه الموت اللي جاي من كل حتة. أكلنا كلنا من طبق واحد، شربنا من نفس القلة، وغنينا سوا على السمسمية. بعد نكسة 67 ابتدى الجيش مرحلة البنى عشان نرجع أرضنا ومعاها العزة والكرامة، والتمن كان غالي غالي قوي. الطريق للنصر كان مليان بالأشواك. قدمت القوات المسلحة خيرة شبابها في معارك وبطولات، ضربت المثل في التضحية والفداء. معارك سجلها التاريخ كانت بتثبت للعدو إن وجوده على الأرض الطيبة نوع من المستحيل. مش هنسلم ولا هنخاف، بينا وبينكم استنزاف، حرب هنبدأ بيها كفاحنا، هتوصلنا في يوم لنجاحنا. بكرة النصر يا مصر حبيبي، بكرة نعدي معاك الجحنا. وشهور وسنين معارك تعلم روح الصمود والاستنزاف، مراحل بتحققها الأسود. والجيش المصري مارك وبيصنع معجزات، فرحنا بالبطولة يوم ما دمر إيلات. والجيش المصري مارك وبيصنع معجزات، فرحنا بالبطولة يوم ما دمر إيلات. الله أكبر، الله أكبر، ده اللي هتفت بيه لما عبرت مع اللي عبروا.
دموعي قبل دمي روت تراب سينا. القوات المسلحة قدمت أغلى رجالها فداء للوطن، شهداء بالآلاف رووا بدمهم أرض المعركة. مين ينسى اللواء أركان حرب أحمد حمدي، أحد أبطال المهندسين العسكريين، والبطل الأسطورة العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي، والنقيب طيار عاطف السادات، والشهيد العميد شفيق متري سدراك، وغيرهم كتير. كان برتبة عميد أركان حرب مهندس نائب سلاح المهندسين. كان في معبر مهم جدا جدا وحيوي جدا. الطائرات العدو يعني دمرته، فأصر إن هو يبقى إيده بإيد جنوده وضباطه ومعاهم فوق الموقع. وجت الحقيقة دانا يعني انفجرت في الموقع، وهو الوحيد اللي استشهد. أنا عندي 3 أولاد، وقتها كانوا أطفال صغيرين جدا، وكان عيد الصغير ولابسين ملابس العيد ومفيش حاجة في دماغنا، بس طبعا أنا كنت حاسة بحاجة مريعة. وبعدين لما عرفنا الخبر طبعا كان مؤلم. بداية الموقف ما كنتش فاهماه طبعا، لان انا عايزه بابا، مش يعني ايه شهيد، مش فاهمه ايه المعنى للكلمه. انا عايزه بابايا يبقى معايا، لان كل بنت حواليا اللي بيذاكر بابا جاب لي، بابا عمل لي، بابا سوى لي. يعني طبعا ما فيش حاجه بتعوض. بس طبعا لما كبرت وفهمت المعنى، طبعا انا بكل فخر بفتخر قدام اصحابي، انتوا باباكم موجود بس انا بابايا استشهد في دانا كلنا. ده قبل في كلية الطب بتاعت أسيوط واسمه تأيد، وبعدين لما جم طلبوا ضباط قال لا أنا هبقى ضابط. بابا عافر يقول له خليك دكتور ضابط، مرضيش. قال لا أنا عايز أبقى ضابط عشان أعمل عمليات حربية، هو نقل بحرية بالذات. فقال أنا هسوي الهوايل وهعمل عمليات حربية زي حكاية إيلات. كان بيستقوي صحته، كان عضلات قوة. كان واخد الميدالية البرونزية في الكلية بتاعته في رمي الجلة. فقلت له أنا بقول لكم أسرى لأ، تستشهدوا لكن أسرى لأ. هعلن حتى في الجرايد وهقول انكم مش ولادي لو كنتوا أسرى. وفعلا انا سمعت بيقولوها القصة دي. كان اخر يوم راجع من العملية حربية في البحر، قالوا له سلم، قال لا انا مش هسلم. نزل العساكر 9 اللي كانوا معاه في زورق التوربيد، نزلهم عشان ناوي ومصمم. واحد بس اللي فضل وياه دخل بالزورق بتاعه التوربيد جوه الأسطول الإسرائيلي وفجر نفسه وعمل خسائر كبيرة كبيرة في الأسطول الإسرائيلي. برضا واموت اعيش ما يهمنيش، اموت اعيش ما يهمنيش، وكفايه اشوف علم العروبه باقي علم العروبه باقي. القوات المسلحة عمرها ما تنسى أبدا أبنائها الشهداء والمصابين. بعد انتهاء الحرب قدمت لهم رعاية صحية مجانية من علاج وأدوية وأجهزة تعويضية. كتير من أهالي الشهداء والمصابين سافروا لأداء فريضة الحج على نفقة القوات المسلحة. الخدمة الاجتماعية كان لها نصيب كبير قوي. كل عام تقريبا بتقام معارض فنية بتشجع وتدعم إبداع منتجات خدام المحاربين والمصابين. يا مصر، يا مصر، لازم تعرفي وتفتكري وتفخري إن ابنك عبر كل بحور الخطر، بدمه رفع علمك، بروحه زرع علمك. يا مصر يا ام الأحرار، عزم ولادك جبار، وجيوشك على خط النار جاية واخدة النطار.
عمرنا ما هننسى شهيد البلد ولا هنفرط في حقه. عهد علينا اليوم الدين، الشهيد حبيب السما والأرض، نزل فيه كلام من فوق 7 سماوات. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا صوت شهيد جاي من بعيد، من قلب جنة ربنا وعده أكيد، وكأني مولود من جديد، ببدأ حياتي من هنا. أنا مش وحيد، جنب الملايكة أنا سعيد، وقالوا لي أنت في حضننا. الله 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 على اسم الشهيد. قولوا لابويا ووالدتي والشعب بلدي واسرتي، لابويا ووالدتي والشعب بلدي واسرتي، انا حي ارزق زيكم بس اللي طلبوا صبركم. انا حي ارزق زيكم بس اللي طلبوا صبركم. ابني وبنتي ما تبكونيش، ابني وبنتي ما تبكونيش، انا لسه عايش وسطكم، راحل ومكتوب لي شهيد، وفي عرض ديننا ده يبقى عيد، يبقى عيد. الله